السلام عليكم، يا رب ان شاء الله تكونوا بألف خير. رجعنا لكم اليوم بوصفة جديدة متكونة من حمص، نشاء، سمن، ملح، تمر مخصوص جيد وحليب. تو نتعداو لطريقة التحضير. بسم الله. باش نصبوا 5 كيسان حليب، 10 كعبات تمر مخصوصين، على نار هادية هكا باش نحمصوا الحمص المرح. كل كاس حليب عليه 2 مغارف كبار حمص. هذايا اللون اللي حاشي بيه كيما تراو دوري ما شاء الله، والريحه نتاعو الحمص زاده طلعت. هكايا لحد لهذايا انا ناقفو. تو انا طفيت على النار. علاش نعملوها العمليه هذه؟ باش الحمص يعني ما ينفخناش كي ناكلوه، باش يسهل العمليه في الطياب. تويكا باش نتعداو للحليب والتمر اللي سخناهم. نحينا شويه حليب خاطر مازال سخون، باش نستعملوا فيه بعد نشاء حتى لين يبرد نحطوا فيه نشاء. تو فرغنا الحمص في آنية أخرى باش نصبوا عليه الحليب، ونبداو في التحريك. نقعدوا في تحريك متواصل حتى لين يعقد الحليب هو والحمص. تحريك. وصلنا للمرحلة هذية، طاب الحمص، قعد بريسك 7 دراج. تويكا باش ناخذوا الحليب باش نصبوا فيه نشاء. بسم الله. نصبوا ونحركوا بشويه بشويه، نصبوا ونحركوا. توا باش نحطوا لها سكر فاني اون بودر، نحط لها سمن، ملح. وهكا كيما تراو الرصيد نتاعنا حاضره. بسم الله ما شاء الله. منظرها يشهي والطعم اكثر واكثر، والقيمه الغذائيه كلها بروتين، تصلح للكبار للصغار للناس اللي تحب تعمل رياضه. بصراحه معناها ماذا بيا تجربوها تويكا سيرتو. ان شاء الله احنا تويكا كان حينا ربي باش نبداو نحضروا لرمضان. هذه تجي يا اما سحور يا اما في السهريه، تعوضنا على اللحم. ان شاء الله الوصفه متاعي عجبتكم. ما تنساوش باش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم.